ازيكم. ده زي ما انتوا شفتوا. كان عيد ميلاد رهف. عملنا كده حفلة كده صغنونة في البيت على القد وعلى يعني ما بين صحابها وصحاب علاء. كان يوم برضو لذيذ قوي، وكانت هي فرحانة قوي يا حبيبتي. يعني بقالنا كتير بصراحة ما عملنا لهاش عيد ميلاد. فيا رب كده يجعل ايامها كلها جميلة وسعيدة وفرحانة وتبقى كده متهنية كده على طول يا رب، هي واخوها. فعزمت بقى صحابها، وده كان العيد ميلاد اللي احنا عملناه. انا بصراحه كان هاممني ان هي كانت فرحانه قوي يعني بصراحه، وكان علاء برضو فرحان ليها جدا، وجاب لها كده هدايا وجاب لها حاجات جميله. عايزه اقول لكم كل السفره دي كلها انا اللي عاملاها، ما عدا التورته اللي عليها الصوره بتاعتها. الحمد لله يعني قدرت ان انا ايه، عاملاها حاجه كويسه وحاجه تفرح بيها. هنا بتغني بقى مع صاحبتها، بس طبعا بقى انا كاتمه الصوت عشان انتوا عارفين الموسيقى والاغاني ممنوع. فرحانه بقى وبتغني مع سندس ومع توته ريتال وعلاء وياسين بيدولها الهدايا بقى بتاعتها، وكانت فرحانه قوي بالهدايا بتاعتها اللي هي بتاخدها من صحابها، وفرحانه بيها قوي. بص ازاي، وقعدوا رقصوا مع بعض وقعدوا غنوا. ربنا يسعد ايامها. ربنا يفرحها يا رب على طول ويسعدها، واشوفها عروسة قد الدنيا كده، واجيب لها كل اللي نفسها فيه هي واخوها. طبعا مشغلين بقى اغاني واغاني عيد ميلاد يعني وفرحانين. طبعا انتوا عارفين معلش انا كاتمه الصوت، ودول صحاب علاء قاعدين بقى مع باباه مع بابا علاء، فقاعدين بقى ايه مع بعض. الشباب كده قاعدين لوحدهم بقى والبنات لوحدهم، وقاعدين بقى ايه عمالين يغنوا. كانوا مكسوفين قوي بصراحه ان هما بيتصوروا يعني. طبعا بقى باباهم قاعد بقى مبسوط برهب بقى، بيقول لي خلاص رهوفة بقت عروس.